السلام عليكم، معكم محمد حمبوز ورجعت لكم بفيديو جديد. طبعا النهارده فكره الفيديو هتبقى افضل برامج مجانيه لتعديل الصور. فطبعا قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد. فيلا نبدا. البرنامج الاول هو برنامج بيكسلر. طبعا هو مش برنامج بس هو موقع بيكسلر ده بدل ما تشيل بقى همك بقى وتنزل برنامج وتسطبه ومش عارف ايه والكلام ده، انت ممكن تدخل على الموقع وتعدل صورك بقى، تقص الصور، تحط صور على بعض، الكلام ده. البرنامج التاني كريتا. برنامج كريتا ده برنامج حلو جدا محترف، يعني في شوية حاجات موجودة في برنامج الادوبي فوتوشوب، فاللي هو فيه مميزات، يعني انت ممكن تقص فيه، تعمل فيه حاجات، يعني ليه شروحات اصلا كتيرة. مش يلا نيجي مع البرنامج التالت. البرنامج التالت هو برنامج برنامج جيمب ده برنامج برضو محترف عامل زي كريتا، بس برنامج كريتا اللي هو في حاجات زيادة احسن منه. برنامج جيمب ده برنامج كويس جدا للمبتدئين، ممكن تقص فيه الصور برضو وتشيل الصور، تحط صور على بعض وتركبهم، برضو برنامج محترف. البرنامج الرابع هو برنامج بيكس ارت. برنامج بيكس ارت ده برنامج مجاني، بس هو بيبقى فيه حاجات كده، مثلا فلاتر، تكست، نصوص كده احترافية. النصوص دي بتبقى بفلوس، فانت مش هتحتاج، يعني لو انت مبتدئ مش هتحتاج انت تشتري نصوص والكلام دهوت. فالبرنامج ده برضو ممكن تاخد عليه صور، بس انا بفضله بصراحة عشان انا لما بعمل فوتوشوب بعمل الفوتوشوب على موقع بيكسلر، بقص الصورة واحطها عشان احركها على بيكس ارت. الصورة بيقوم جايبها لي كده اهوت، واقوم جاي دايس بالماوس واكبرها او اصغرها او اديها هنا كده اهوت والكلام ده. فبيكس ارت دي الميزة فيه اللي انا بعملها وبحبه لكده يعني، وبقدر اكتب بقى فيه تكست بقى وشوية حركات كده بقى. البرنامج الخامس والاخير هو برنامج فوتولاب. برنامج فوتولاب ده برنامج يعني بيبقى فيه فلاتر بقى، اشكال، مش عارف اشكال بقى للصور، فلاتر، تعدل الوان الصوره وتصغرها، ممكن تقص فيه برضو وكده يعني. بس فوتولاب ده برنامج على التليفون، فالناس بقى اللي لقوا كل الفيديو برامج على الكمبيوتر، لا ما تيأس، في برنامج الاخير ده هو برنامج فوتولاب. البرنامج ده فوتولاب اسمه هنا اهو. البرنامج ده بقى محترف بقى، بتقدر تعدل فيه الوان، تحط فلاتر احترافيه وكده. وبرنامج بيكس ارت اللي انا قلته لكم اللي كان رقم 4 اللي هو قبل ده، برنامج بيكس ارت بقى بيبقى له الكمبيوتر، في ميزه بقى بيبقى له الكمبيوتر وللموبايل، فاللي هو فيه حاجه حلوه، بس اللي على الكمبيوتر احترافي اكتر يعني، وتقدر تتحكم فيه احسن. ماشي، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام، هتلاقوا رابطه تحت في الديسكريبشن هو الفيسبوك وفي اول كومنت. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.